هنشوف مع بعض النهاردة ازاي ننبت الفول في البيت من غير ما تحطيه في فوطة وتبوظي فوطة او حاجة، وبمنتهى البساطة، وازاي يطلع لونه جميل جدا ويطلع لونه حلو كمان لما تيجي ان انت تعمليه شوربة فول نابت. اول حاجة لازم يكون الفول بتاعك انت جايباه اصلا لونه ابيض، ما يكونش لونه غامق. وطبعا الفول يكون نظيف، تنقيه كويس قوي لان ساعات بيبقى فيه فول مثلا مسوس، ممكن تلاقي فيه حصوايه بتاع، فبتنقيه كويس جدا. وبعدين بنغسله، وبعد كده نغطيه بالميه بحيث الميه تبقى فايتاه بحوالي 5 سنتي. تمام كده. انا مثلا عملت الموضوع ده الصبح، هسيبه 12 ساعة في المية، ونشوف بعد ال 12 ساعة هتلاقي حجمه زي ما احنا شايفين كبر، ابتدى يبقى فيه فقاعات مية كده، دليل على ان هو بيطلع السموم اللي موجودة فيه. بعد كده هروح كبة المية دي، اتخلص منها وعطش الفول، اعطشه بمعنى ان هو ما يبقاش فيه مية لمدة 12 ساعة كمان. بعد 12 ساعة بنلاقي ابتدى كده يطلع ينبت حاجة بسيطة خالص، يطلع الزلومة بتاعته الصغنونة دي او البرعم الصغنن. بعد كده هاخدها اروح حطاله مية تاني، برضو اغطيه بالمية واسيبه 12 ساعة. 12 ساعة بمعنى من الصبح بالليل او من بالليل للصبح. هتلاقي برضو فيه كده فقاعات مية، ابتدت التنبيت بتاعه ابتدى يبقى اكبر شوية. هروح ادلق المية دي واعطشه 12 ساعة، وهكذا لمدة 3 أو 4 أيام، بيختلف صيف أو شتاء. في الصيف بيبقى التنبيت أسرع. زي ما احنا شايفين كل يوم بتلاقي التنبيت ابتدى يكبر أكتر. زي ما احنا شايفين مفيش أبسط من كده. بس أهم حاجة بنقول نختار فول لونه أبيض. كده خلاص بعد مرور حوالي 4 أيام، لأن الجو برضو لسه يعتبر شتاء، هنلاقي إنه خلاص كده تمام. ابتدي بقى نشوف هنطبخه